تفتكرك ان عشري لو كان صارح ابراهيم قبل ما تحصل اخر علكة ويموت، كان ممكن ابراهيم يسامحه ويهربوا عادي ولا كان مش هيسامحه، كان برضه هتبقى دي نفس النهاية؟ هو عامة ده هيرجع لأسباب كتير، يعني ده مش حاجة أقدر أحسن فيها. يعني هو عامة ال ال ده ما مش ده اللي كان عايزه المخرج. بس هو صداقتهم ليها علاقة قوية جدا. هو مش هيحس بالمسامحة أو الغفران بسهولة أكيد، بس هو كان هيحس بالصدمة، هو كان هيشعر بالخيانة. فدي كانت حاجة ترجع لكاركتر عشري وقتها، لكاركتر عشري في آخر الفيلم، ودي نقطة هنرجع لها تاني على بس انا شايف ان كان يتصدم ويعيش احسن ما كان يتصدم هو بيموت. في الحالتين نوعا ما من وجهة نظر سينمائية ان الاتنين موت. الاتنين موت، الاتنين انت هتعيش زي الميت نوعا ما، هتعيش تحس ان الحاجة اللي بتحسسك بالحياة هي اللي قتلك. فالاتنين نوعا ما كان مصير ابراهيم واضح كده كده في كل الحالات. طب الفنان احمد السقا ظهر معانا في الفيلم بثلاث لوكات. اول لوك اللي هو عادي مدرج شعره مدرج دقنه شكله كويس. تاني لوك معانا شعره كبير ومنكوش ودقنه كبيرة وشكله مبهدل. تالت لوك معانا اللي هو مربي شنبه وحلق دقنه وحلق شعره بطريقة مختلفة يعني عن الباقيين. ده عامة بيرجع لشخصية أو تطور شخصية إبراهيم في على مر الوقت في الفيلم. يعني هو في أول الفيلم غير آخر الفيلم غير نص الفيلم. فمن شكله ده بيدل على الشخصية اللي بقى عليها إبراهيم. يعني في الأول مثلا عندك إن هو كان شكله عادي، كان شكله نوعا ما الشخص هو الشخص اللي عايز ينتقم لأبوه، فمهتم، هو عايز يعيش عشان يعمل كده، فاهم؟ فكان شكله انسان عادي لسه في مقتبل الحياة نوعا ما. فحتى هتلاقي كان في كادر، كان في الكادر ليه في الاول ان هو الكادر الكاميرا جايباه من ظهره. يعني في اول الفيلم اما احمد السقا كان ماشي هو عشري، كانت الكاميرا جايباهم من ظهرهم، وجايبه الشارع قدام، ده فيما معناه ان لسه في مستقبل. بينما في اخر الفيلم هتلاقي ان الكاميرا كانت بتجيبه من وشه، وده معناه ان المستقبل بتاعه مجهول. فحاجات زي دي بصراحة حي عليها مروان حامد. فشكله ده بيرجع للاضطرابات اللي حصلت لابراهيم في الفيلم، والمراحل اللي مرت بيها الشخصية عشان تتكون وتوصل لاخر صورة ليها. بس شخصية حورية شخصية تتكره ولا شخصية تتحب؟ هي شخصية ما بين البنين، هي شخصية مقصود انها لا تتكره ولا تتحب او ما تعرفش تكرهها تماما. طب هي خاينة؟ نوعا ما هي حرية تتميز بالجراءة، يعني مش الخيانة التامة، لان الخيانة يعني مش خيانة صريحة، بس نوعا ما نوعا ما، بس هي ليست خيانة صريحة. هي حتى هتلاقي شكل الحرية، اللون الأحمر، الشعر الججري، الشكل القوي اللي هو القلب الجريء، الحاجات اللي زي كده. فهي كانت شخصية تتميز بكده، تتميز بالعبط. فهي كانت شخصية تتميز بالجرأة. يعني عامة هي مش خاينة، هي قدرها حطها هنا. طب ايه اللي خلى حورية تسيب ابراهيم وتروح لعبد الملك زرزور؟ ده طبعا عشان امها قالت لها ان مين اللي قتل ابو ابراهيم. ابوها. بالظبط. فيعني تقريبا احنا كده عرفنا ليه. فاحنا برضو ممكن نيجي لنقط مهمة قوي. تفتكرك ابراهيم الابيض كان لازم يموت ولا لا ما كانش المفروض انه يموت؟ هو عامة مصيره، يعني طبعا الناس هتقول لا ما كناش عايزين ابراهيم الابيض يموت بلا 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 بلا، بس هو كان مصيره المحتوم، الموت اللي اتحكم عليه عامة من يوم ما عرف حرية. فهو كان مصير الموت، او مصيره الموت من ساعة لما كان عايز ياخد بطار ابوه. فهو كاركتر اصلا زي ابراهيم الابيض، كاركتر زي اللي اتولدت في الجو ده، في الحالة دي هي كان كده كده مصيرها الموت في كل الاحوال. بس هو بدأ ياخد طاره اصلا من هو لسه عيل صغير، يعني قصدك من هو لسه عيل صغير ومن ساعة ما ابوه مات هو من اول. مصيره كده،
هو مصيره هو كده من اول الفيلم الناس عارفه ان ده مصيره ان هو يموت. بس كان بيقرب لمصيره اكتر، كنت بتشوف ازاي الطريقه اللي مصيره هينتهي بيها. انا شايفة عاجلا ام اجلا يعني كان هيموت. بالظبط. لو ما كانش مات من هنا هيموت في مشكله تانية. واحد بلطجي معرفش ايه بتاع جرايم حاجات كتير، فاكيد توقعاتك اصلا وانت بتشوف الفيلم ان انت مستني يموت، ياخد مطوه في جنبه الكلام ده. طب تفتكرك لما ساب الملك زرزور وراح للمعلم فارس، عشان كده الملك زرزور قتله، طب لو ما كانش رجع ليه مثلا وكان فضل مع يعني رجع مثلا لطوعه، كان المعلم فارس كان ممكن هو اللي يقتله؟ مش شرط، بس كده كده هو الأصح إن كان الملك عبد الملك زرزور هو اللي قتله بسبب حورية. دي من إحدى أسباب قتل إبراهيم. هو عارف إن ده الشيء اللي يقهر حورية برضه، يعني عارف إن ده انتقام. هو كان الموضوع انتقامي أكتر، مش جاست الحتة دي. هو في حتة المشاعر بتاعت عبد الملك زرزور اللي اتكلمنا عليها في الأول، فدي كانت من إحدى أهم أهدافه إنه عايز يقتل إبراهيم، والسبب المعروف طبعا. اتس اوكي. احب اقول لك بقى في نهايه البودكاست كلميني مثلا عن اجواء التصوير، اجواء المشاهد، عن مثلا احداث وكواليس ابراهيم الابيض اللي ورا الكاميرا. والله هي الكواليس بتكون يعني هي ذات جو ذات طابع، بتكون مش هتلاقيه في اي حتة تانية غير الكواليس. بيكون كلنا مستعجلين، كلنا عايزين نصور، كلنا طبعا عايزين اخراج نخلص. مروان حامد غير اي اخراج لا تاني. هو مخرج شاطر جدا وفعلا بيعرف يشتغل. هو شخص شاطر في اللوكيشن، بيعرف يشتغل في اللوكيشن، بيعرف يظبط اللوكيشن كويس، بيعرف يتعامل مع الناس بالظبط. بيعرف يشتغل بايده في اللوكيشن. ناس كتيرة شكرت في معاملته مع الممثلين اللي مش ادوار اولى ولا ادوار تانية، لا بيتكلم مع الناس هو قليلة. معاملته في اللوكيشن انا بحسه هو مخرج شاطر. هو فعلا شخص شاطر في اللوكيشن فعلا، في الواقع، مش الفيلم اللي بيصدره بس. هو في يوم الشغل العادي هو انسان شاطر عامة. فاللوكيشن عامة بيكون ذات اجواء نوعا ما. هي طبعا استعجال شوية، عايزين نخلص شوية لانه بيبقى مضغوطين في حاجات جدا. ممكن نقعد بكذا يوم في اللوكيشن. بنبقى مستنيين البريك، بنبقى مستنيين الفركش، حاجات زي كده. بنبقى مستعجلين على حاجة، خايفين حاجة تنقص. فنوعا ما اجواء اللوكيشن بتبقى، بس كل ده لذيذ في الاخر، كل ده جو حلو مش هتلاقيه في اي حتة. بس هو بيبقى بصراحة صعب فعلا اللوكيشن، مش اي حد يقدر يستحمل جو اللوكيشن. تمام. احب اشكر حضرتك جدا على المقابلة الجميلة دي. تسلم والله. انا كمان اشكرك واشكر مروان حامد على الفيلم الجميل ده، واكيد هنشوفكم مرة تانية. طب يعني نقدر نقول للمشاهدين ان احنا ممكن نعمل بودكاست تاني وتالت ان شاء الله في عاشر يعني ان شاء الله طبعا. مش احب اشكر حضرتك يعني، والسلام عليكم. مع السلامة.